السلام عليكم خوتي المغاربة. اليوم إن شاء الله غادي نهضر معاكم بالدارجة، وقبل كنت كنهضر معاكم في المقالات والأشعار ديالي بالعربية الفصحى، ولكن كون كنشوف بأن الفيديوهات ديالي المشاهدات فيها قليلة، وعرفت بأن المغاربة ما كيعرفوش العربية، وهادشي كامل بسبب السياسة الفاشلة للحكومات في مجال التعليم، اللي همشوا اللغة العربية وحقروها وكتروا على التلاميذ من المواد، وهادشي اللي خلى أغلب المغاربة ما كيتقنوا حتى شي لغة. والموضوع اللي باش نهضر معاكم فيه اخوتي المغاربة هو واحد البدعة ابتدعوها الحكام ديالنا الظالمين في هاد الزمان هذا، اللي قلدوا فيها اليهود والنصارى. هاد البدعة هي انهم كيوظفوا النساء ويخليو الرجال، ويخدموا النساء في المعامل ويخليو الرجال، وهادشي يخلي الرجال مساكن حالة محالة، مكرفسين، مدلولين، فقراء، عاطلين، يمشيو يبيعوا في الشارع، يجريو عليهم المقدمية والمخازنية ويديو لهم السلعة ديالهم، يمشيو يسعاو كذلك ومثال. بعض الرجال مساكن حرقوا، شي مات، واللي فلت تغرب على ناسو، وبعض منهم تبلا بالمخدرات، وما يشريو المخدرات خرجوا يسرقوا ويتعرضوا لعباد الله في الزناقي بسناح. بعض الرجال مساكن بسبب الأزمة انتحروا، وبعض الرجال مساكن بسبب الأزمة حماقوا وتسطاو وهراب ليه من الفريخ. كل مرة كنشوف راجل جديد ماشي في الشارع كيهدر بوحدو، حماق مسكين. فالله ياخد الحق في حكامنا الظالمين اللي ابتدعوا هاد البدعة، يخدموا النساء ويخليو الرجال. البدعة خوتي المغاربة هي الحاجة اللي ما فرضاش الله تعالى في القرآن الكريم، ما فعلاش الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الشريفة ديالو. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمر ما وظف مرأة قاضية أو والية أو قايدة أو عاملة، وعمره ما عين نسا في الإدارة أو وظف المرأة مديرة أو وزيرة، وعمره ما وظفها حتى معلمة. والخلفاء الراشدين كذلك عمرهم ما عينوا نسا في الوظائف، والإمبراطورية الأموية كذلك عمرها ما عينت نسا في الوظائف، والإمبراطورية العباسية كذلك عمرها ما عينت نسا في الوظائف. حتى الأسر اللي حكموا المغرب عمرهم ما عينوا نسا في الوظائف، لا الأدارسة، لا المرابطين، لا الموحدين، لا المارينيين، لا السعديين، لا العلويين، حتى جا الاستعمار. في عهد الاستعمار ما كانوش يوظفوا النساء حتى خرج الاستعمار بحالو. عاد الشيطان الملعون قال الحكام الظالمين إذا بغيتو تقدموا في حال اليهود والنصارى خصكم توظفوا النساء وتخدموهم في المعامل، والرجال يعاودوها المخ. وحكامنا الظالمين عملوا بكلام الشيطان الرجيم، وبداو كيوظفوا النساء ويخدموهم في المعامل، وفعلا تقدموا، ولكن تقدموا للهاوية، وطاحوا وطحنا معاهم في حفرة كبيرة وغارقة وخانزة وعامرة مشاكل. الله ياخذ الحق. وسبحان الله العظيم اخوتي المغاربة، الانسان اللي ما كيتبعش كتاب الله تعالى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ربي كيسلط عليه المشاكل بالجملة. وهاد المشاكل هي اللي قلت لكم قبائل، ان الرجال مساكن رجعوا كيبيعوا في الشارع وكيسعاو، وبعض منهم حرقوا مات، وبعض منهم تبلا بالمخدرات، وبعض منهم انتحر، وبعض منهم حماق. ومن بين المشاكل كذلك ان الرجال رجعوا كيتعاطلوا في الزواج، وبعض منهم ما كيزوجش شي مرة، وحتى النساء. وانا واحد من الرجال اللي تعاطلوا في الزواج، خطبت وانا عندي 41 سنة، وجيت المرا الدار وانا عمري 43 سنة، وديتها خدامة في معمل ديال القنبة باش تعاوني، لأن المهنة ديالي المدخول ديالها ضعيف، كنبيع الغلوفة ديال البطاقة وكلينيكس، تقاشر ساعة في الشارع. إذا كنت موظف منديش المرا خدامة، أو واخا نديها خدامة نجلسها في الدار معززة مكرمة.
وهذا الشي كامل أخوتي المغاربة بسبب أني ضحية من ضحايا توظيف المرأة، لأني شبرت شهادة البكالوريا عام 2001 وقدمت مدرسة تكوين المعلمين، ولكن المسؤولين الظالمين ديالنا كيقبلوا الأغلبية البنات، 90% ديال البنات و10% ديال الرجال، وكيصيفطوا البنات الخلا والقيفة في البوادي يقريو. ماشي منكر وبدعة وحرام، الخلا والقفار والبادية خصك تصيفط للرجال، لأن الراجل يقري ويبات في القسم هانية راجل، الراجل يقري ويكري يبقى بوحديتو هانية راجل. انتينا تصيفط لبنيتها الخلا والقفار في البادية تقري وتبات في القسم، ماشي منكر وبدعة وحرام. والدليل هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيقولنا أن المرأة حرام عليها السفر بوحدها واخا غير نهار واحد، حتى يكون معها المحرم ديالها واللي هو باباها أو خاها أو عمها أو خالة أو جدة. دابا المرأة مبقاتش هي كتسافر بوحدها وصافي، رجعت كتسافر بوحدها، كتكري بوحدها، كتبقى خدامة بوحدها شهور وسنين بعيدة على الوالدين ديالها. ماشي منكر وبدعة وحرام، ولكن المسؤولين الظالمين ديالنا مبقاو كيعرفوا لا حلال لا حرام، والبعض واخا كيعرف بأن داكشي حرام كيعصي الله تعالى. ملي كيعصيني خلقو المصير ديالو النار وبئس القرار. والدليل هو قول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. سورة الجن الآية 23. لهذا المسؤولين الظالمين ديالنا إذا بغيتو ما ندخلوش جهنم خصكم توظفوا الرجال ماشي النساء، وإذا شبرتو أغنام راه النار ماشي تحرقكم ماشي تكويكم، وجا ما صبركم عليها. قلتلكم أخوتي المغاربة بأني شبرت شهادة البكالوريا عام 2001 وقدمت مدرسة تكوين المعلمين. إذا كانوا المسؤولين الظالمين ديالنا كيقبلوا غير الرجال ما كيقبلوش النساء، كاين حتى أنا تقبلت، بقيت كنقرا عامايا في مدرسة المعلمين مدة التكوين. موراها تخرجت ومشيت نقري في مدرسة في البادية وأنا عمري 23 سنة، وإذا بقيت كنقري غير عاماين. كاني تزوجت وأنا عندي 25 سنة، ودابا عندي 43 سنة، قسم منا 25 هي 18 سنة. 18 سنة كاين دابا عندي العزري أو البنيتة في البكالوريا، ودابا 43 سنة والزيادة لا عايلة لا عايلة لأني زوجت معطل. وهادشي كامل بسبب المسؤولين الظالمين ديالنا اللي دمروا لينا الحياة ديالنا وضيعوا علينا سنين من العمر ديالنا بسبب هالبدع. يوظفوا النساء ويخليو الرجال، الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق. وكاين واحد البدعة أخرى خوتي المغاربة تدعوها الوزراء ديالنا الظالمين. قالك أسيدي اللي عنده 30 سنة وأقل من حقه يجوز مباراة توظيف ويتوظف، اللي عنده اختار 30 سنة ماشي من حقه يجوز مباراة توظيف ويتوظف. ما جابوا هادي؟ ما مذكورة في القرآن الكريم، ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الشريفة ديالو. غير الشيطان جا وسوس ليهم وقال لهم اني عنده اختار من 30 سنة ما يبقاش يجوز مباراة التوظيف. وزراءنا الظالمين قالوا له صافي يا سيدنا الشيطان، كلامك هو الأول، غادي نعملو به لأننا كنعبدوك. إذا كان العبد في المغرب خصهم يسبقوا صحابين الشهوة الكبار هما الأولين، واخا يكون مشاهدة عمره 60 سنة. وإذا قلتو 60 سنة الإنسان كيشبر التقاعد، نقولكم لا، هو قابل يخدم حياته كاملة حتى يموت موظف عنده الحقوق ديالو، حسن ما يبقى خدام حياته كاملة في الزنقة حتى يموت وما عندوش حتى حق واحد ما عندوش. لأنه إذا توظف باش يكون كيشبر اختار من الحد الأدنى للأجور، وفي الزنقة ما كتدخلش حتى 1000 درهم في الشهر،
وإذا توظف باش يكون عنده تغطية صحية، وفي الزنقة ما عندوش التغطية الصحية. وإذا توظف باش يكون كيتخلص على العيال، وفي الزنقة ما كيتخلصش على العيال. إذا توظف باش يكون كيتخلص على العطلة الأسبوعية والأعياد والعطلة السنوية، وفي الزنقة إذا جلس غير نهار واحد يرتاح فيه ما كيدخل حتى درهم، كيخسر من الجيم ديالو. لهذا هو قابل يخدم حياته كاملة حتى يموت موظف عنده الحقوق ديالو، حسن ما يبقى خدام في الزنقة حياته كاملة حتى يموت وما عندوش حتى حق واحد ما عندوش. قلتلكم أخوتي المغاربة بأني شبرت شهادة البكالوريا عام 2001. تخيلوا معايا إنسان خلق من العام هذاك أولا من موراه 2002 أو 2003 وكبر ودخل مدرسة وقرا حتى هو وشبر شهادة البكالوريا في حالي وتوظف بها وكانت عنده أجرة محترمة، شرا الدار ديالو، شرا طونوبيل. واحد المرة جايز بطونوبيل ديالو شافني كنبيع في الشارع، قال لي الجار عافاك واحد كنينكس، وانا كنعرفو يا اما الجار ديالي يا اما واحد من العائلة. في النظر ديالكم شماش يكون الاحساس ديالي انا في ديك اللحظة هذيك؟ اولا ماشي نحس بالظلم والحقرة، ماشي نتعصب، ماشي نبقى نلعن ونسب في وزراء الظالمين اللي يوظفوا انسان قدبني وخلوني انا اني خلقت قبل منه وقريت قبل منه وشبرت الشهادة قبل منه، باقي مكرفص في الشارع كنبيع كنينكس. وماشي نبقى ندعي فيهم حتى تجي فيهم وغاتجي فيهم، لأن دعوة المظلوم مستجابة. هادشي كامل لأنهم ظلموني وظفوا إنسان قدبني وخلوني أنا اللي قد باباه باقي مكرفص في الشارع كنبيع غلوفة ديال البطاقة وكنينكس. الله ياخد فيهم الحق، الله ياخد فيهم الحق. والعجب أخوتي المغاربة هو أن وزراء الظالمين ما كيطبقوش هاد البدع على راسهم. كتجبر مسؤول عنده 60 و70 سنة كيرجع وزير ووزير أول وكيبقى يشبر 7 ملايين و10 ملايين في الشهر، إذا بقى غير عام في الوزارة وخرج حالو كيعطولو 3 مليون و900 ألف فرنك في الشهر ديال التقاعد حياته كاملة بلا ما ساهم في صندوق بلا والو، مع أنه أصلا ماشي محتاج ديك المبلغ هداك، لأنه كتجبرو غني عنده الشركة ديالو كتدخلو منايل، ولا موظف شي وظيفة أخرى كتدخلو منايل، لأن الأحزاب ديالنا كيزكيون الوزارة غير موالين الشكارة ملي عندهم الفلوس وكيساهمو في ميزانية الحزب، مكيزكيوش الوزارة الفقراء فحالنا. قلتلكم أخوتي المغاربة الوزير كيبقى غير عام في الوزارة وكيخرج حالو كيبقاو يعطيولو 3 مليون و900 ألف فرنك في الشهر ديال التقاعد حياته كاملة. رئيس الحكومة كيعطيولو 4 ملايين و800 ألف فرنك. بنكيرا سمعنا بأنه كيشبر 9 مليون في الشهر وهو جالس. إني نشوف هاد الملايين كاملة كتفرق يقول وزراءنا كيحلوا مشاكل المغرب، هو الوزير نيجا كيخلي من موراه مشاكل بالجملة والعرة وكيمشي بحالو كيبقى يتخلص على ديك المشاكل اللي خلاها من موراه. وقولوا باز وزراء كيخرجوا من الوزارة وكيخلوا من موراهم مشاكل بالجملة والعرة وكيمشوا في حالهم كيبقاو يتخلصوا على ديك المشاكل اللي خلاها من موراهم. وباز على ظلم باز. شفتوا اخوتي المغاربة الدولة ديالنا شحال ظلمة، وزرائني اصلا اغنياء وماشي محتاجين، كتخليهم الدولة تقاعد بالملايين في الشهر ما تزدادوا غنى على غنى، والرجال مساكن بيطاليين وكيبيعوا في الشارع كتخليهم تكرفص عليهم البطالة وتتكرفص عليهم قلة الشيء ويتكرفص عليهم الشارع ويتكرفص عليهم الفقر. أشي جريمة ضد الإنسانية كيرتكبوها في حقنا هاد وزراءنا المجرمين الظالمين، الله ياخد فيهم الحق، الله ياخد فيهم الحق. ودابا اخوتي المغاربة باش نعطيكم واحد الدليل واحد ياخر على الظلم ديال الحكام الظالمين. افترضوا ان هذا واحد الحاكم واحد السلطان عنده 3 ديال الاولاد، نزادت له في الاول بنيته والثاني الذكار والثالث الذكار،
قراو الأمراء وشبروا الشواهد ديالهم وجمع ما بهم السلطان وقال ولاد الأمراء دابا كبرتو وشبرتو الشواهد ديالكم، ودابا ماشي نعطي ولاية العهد لأختكم الكبيرة باش تكون حاكمة وسلطانة من بعدي لأنها الكبيرة. ناض الأمير الوسطاني وقال له لا بابا السلطان، أعطاء المناصب للنساء بدعة وحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عنده بنته فاطمة الزهراء وما عطالهاش ولاية العهد، واستنصحبوا أبو بكر الصديق يكون خليفة من بعده. والنبي عليه الصلاة والسلام كيقول لن يفلح قوم ولوا عليهم امرأة، حديث صحيح رواه البخاري. لهذا بابا السلطان خصك تعطي ولاية العهد أختي الكبيرة، لأن هادشي بدعة وحرام ما فعلش الرسول صلى الله عليه وسلم وضمن الراجل. قال له بابا السلطان صافي يا ولد الأمير قنعتيني، بما أن هادشي بدعة وحرام ما فعلش الرسول صلى الله عليه وسلم وضمن الراجل صافي، باش نعطيش ولاية العهد لأختك الكبيرة، باش نعطي ولاية العهد لخاك الصغير. ناض الأمير الوسطاني وقال له لا بابا السلطان، حتى هادشي ظلم وحرام، لأني خلقت قبل ما خاي الصغير وقريت قبل منه وشبرت الشهادة قبل منه، كيفاش تعطيه ولاية العهد وخلق من مورايا وقرا من مورايا وشبر الشهادة من مورايا؟ لا بابا السلطان، هادشي ظلم حرام، خصك تعطيه ولاية العهد لي أنا الذكر الكبير. قال له بابا السلطان صافي يا ولد الأمير قنعتيني، بما أن هادشي ظلم حرام، لأنك خلقتي قبل ما خاك الصغير وقريتي قبل منه وشبرتي الشهادة قبل منه، صافي باش نعطيش ولاية العهد لخاك الصغير، باش نعطي ولاية العهد لي كنتينا الذكر الكبير. إيوا عطالو ولاية العهد، وجازت واحد المدة وتوفى السلطان، ورجع الأمير الوسطاني الذكر الكبير هو الحاكم. ملي رجع سلطان هنايا كانت المفاجأة، بدا كيعطي المناصب للنساء من أصغر موظفة إلى وزيرة ووالية. نسى بأنه قام بابا السلطان أن إعطاء المناصب للنساء بدعة وحرام ما فعلش الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن يفلح قوم ولوا عليهم امرأة. بدا كيولي النساء في المناصب باش يتحكموا في الرجال، بدا كيوظف صحابين الشواهد الصغار يخلي صحابين الشواهد الكبار. نسى أنه قال بابا السلطان أنه إذا عطيتي ولاية العهد لخاي الصغير هادشي ظلم حرام، لأني خلقت قبل ما خاي الصغير وقريت قبل منه وشبرت الشهادة قبل منه. نسى ديك الهضرة هاديك. إيوا دابا باش نقولوا لهاد الحاكم؟ نقولوا ظالم، فعلا ظالم. نقولوا عنده انفصام في الشخصية، فعلا عنده انفصام في الشخصية، من القوم الذين يقولون ما لا يفعلون. شفتوا أخوتي المغاربة شحال ساهلة ماهلة نفضحوا ظلم حكامنا الظالمين، مع أن السلطان هذا واخا باباه ما كانش يعطيه ولاية العهد، كان ماشي يخليلو الملاير، أسس بها شركة تدخلو الملاير ويعيش بخير مع راسو. حنا إذا كانت عندك شركة كتدخلنا فلوس ما نطمعو لا في وظيفة لا في منصب، بارك علينا غير الشركة ديالنا نسيروها. وحكامنا الظالمين طماعة، خاصها تكون عندهم شركة كتدخلهم الملاير ومنصب الحاكم ووظيفة السلطان تدخلهم ملاير في الشهر. وحكامنا الظالمين مكيبغيوش شي واحد يظلمهم أولا يديهم الحق ديالهم. هانتوما شفتوني كان بابا السلطان باش يعطي ولاية العهد أختو الكبيرة، قالوا لا بابا السلطان إعطاء المناصب للنساء بدعة وحرام ما فعلش الرسول صلى الله عليه وسلم وظلم الراجل. ملي رجع سلطان بدا كيوظف النساء ويخلي الرجال، مبقاتش شي بدعة وحرام وظلم الراجل، رجعت حلال. هانتوما شفتوني كان بابا السلطان باش يعطي ولاية العهد لخاه الصغير، قالوا لا بابا السلطان هادشي ظلم حرام، لأني خلقت قبل ما خاي الصغير وقريت قبل منه وشبرت الشهادة قبل منه. مني رجع سلطان بدا كيوظف صحابين الشواهد الصغار ويخلي صحابين الشواهد الكبار، مبقاش ظلم حرام، رجع حلال. شفتو أخوتي المغاربة حكامنا الظالمين ما كيبغيوش شي واحد يظلمهم ولا يديلهم المناصب اللي كيستحقوها هما. حنايا الفقراء اللي قرينا وكافحنا وشبرنا الشهادة
الله يكون عندنا وظيفة وأجرة محترمة نعيشو بها العيش الكريم. كيظلمونا وكيعطوا المناصب اللي كنستحقوها حنايا للنساء وصحابين الشواهد الصغار وخليو صحابين الشواهد الكبار. هو اللي غني وماشي محتاج، ما قبلش بابه السلطان يظلمو ويعطي المنصب اللي كيستحقو هو نختو الكبيرة. وهو اللي غني وماشي محتاج، ما قبلش بابه السلطان يظلمو ويعطي المنصب اللي كيستحقو هو نخاه الصغير. وحنايا فقراء ومحتاجين كيظلمنا وكيعطي المناصب اللي كنستحقوها حنايا للنساء وصحابين الشواهد الصغار وخلينا حنايا صحابين الشواهد الكبار. شفتو اخوتي المغاربة شحال ساهلة مهلا نفتحو ظلم حكام الظالمين، الله ياخذ الحق. قلت لكم اخوتي المغاربة باني شبرت شهادة البكالوريا عام 2001، واخا ما كملتش الكلية بسبب الفقر، بقيت كنقرا الكتب والفت واحد الكتاب سميتو صوت الحق وطبعته 2013، وطبعت النسخة الثانية وزدت فيها مقالات 2018، وألفت واحد ديوان الشعر سميتو الشهوب الشعرية وطبعتو 2019، وألفت واحد ديوان الشعر الثاني وكملتو 2020، ولكن باقي ما طبعتوش حتى نبيع الكتوبة ديالي كاملين. عندي 3 ديال المؤلفات، كتجبر أستاذ جامعي ما ألفش كتاب واحد ما ألفوش، وأنا كتشوفوني مؤلف وكاتب وشاعر، كنبيع في الشارع الغلوفة ديال البطاقة وكنينيكس. ماشي يظلمو حقرة هادي، يجيو حكامنا الظالمين يوظفو النساء ويخليونا حنا الرجال، ويوظفو صحابين الشواهد الصغار ويخليونا حنايا صحابين الشواهد الكبار. الله ياخذ الحق. ايوا دابا خوتي الرجال مظلومين فحالي، باش نرفعو الظلم علينا خصنا نخرجو للشوارع نحتجو، نرفعو شعار ما تخدموش النساء خدموا الرجال، لأن الله تعالى فرض القوامة للراجل على المرأة، والدليل هو قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. سورة النساء الآية 34. هنا الله تعالى كيقولنا بأنه فرض على الرجال يقوموا بالنساء وينفقوا عليهم، وباش يقوموا الرجال بالنساء وينفقوا عليهم خاصكم توظفوا الرجال ماشي النساء حكام الظالمين، لأن الراجل موظف وإذا شاف شي مرا وعجباتو واخا تكون فقيرة ما عندها حتى درهم كيمشي ويخطبها ويشري الخاتم ديال الخطوبة والهدايا، وراه يتزوج بيه ويعطي الصداق ديالها، وراه يشري الدار ويفرشها، وراه يجيب مراتو الدار معززة مكرمة ينفق عليها يوكلها ويشربها ويلبسها ويتهلا فيها ويخليها في عينه. اما المراه الموظفه ما تشوفش شي راجل فقير ما عندوش تقولو اجي اشري تزوج بيا نسكنك معايا نوكلك ونشربك ونلبسك نعطيك شي بركه تبدا شي مشروع ما تبقاش بيطالي. لا، الموظفه خاصها تزوج بشي واحد كيربح في حالها اولا شي موظف كيربح اختار منا. لهذا حكامنا الظالمين خصكم توظفوا الرجال ماشي النساء، لان الراجل موظف كيعاون المراه الفقيره وكيتزوج بها وكيخرجها من الفقر، اما المراه الموظفه ما كتعاونش الراجل الفقير وتزوج به وتخرجه من الفقر. شفتوا حكامنا الظالمين؟ عطيتكم الدليل ان توظيف المراه حرام غير بالعقل والمنطق، وقبل عطيتكم الدليل ان توظيف المراه حرام من القرآن الكريم ومن السنه النبويه الشريفه. قلت لكم اخوتي الرجال مظلومين في حالي، خصنا نخرجوا للشوارع نحتجوا على الله يعطونا الحقوق ديالنا. انتم شفتوا المعلمين عندهم جميع الحقوق ديالهم، واخا يديك خرجوا للشوارع يحتجوا خصهم زياده في الاجور وزادوا لهم. انتم اللي ما عندكم شي حتى حق ما واحد ما عندكم شي ما تخرجوش، انتم اللي خصكم تخرجوا ماشي هما، لان المعلمين الاخر فيهم كيشبر 5000 درهم، انتم ما كتدخلوش حتى 1000 درهم في الشهر. معلمين عندهم تغطيه صحيه وانتم ما عندكمش تغطيه صحيه.
معلمين كيتخلصوا على العيال وانتوما ما كتخلصوش على العيال. معلمين كيتخلصوا على العطلة الأسبوعية والأعياد والعطلة السنوية، نتوما جلستو غير نهار واحد ارتاحوا فيه ما كتدخلوا حتى درهم، كيخسروا من الجيم ديالكم. المعلمين عندهم التقاعد وانتوما ما عندكمش التقاعد باش تبقاو خدامين حتى تموتوا. شفتوا اخوتي الرجال مظلومين بحالي؟ المعلمين عندهم جميع الحقوق ديالهم، واخا إذا خرجوا من الشوارع يحتاجوا خصهم زيادة في الأجور وزادوا له. وانتوما اللي ما عندكمش حتى حق واحد ما عندكمش ما تخرجوش، نتوما اللي خصكم تخرجوا ماشي هما. قلتلكم اخوتي الرجال مظلومين بحالي، خصنا نخرجوا ونعمروا الشوارع والساحات باحتجاجات، ونقولوا ما توظفوش النساء وظفوا الرجال، ما تخدموش النساء في المعامل خدموا الرجال، ما توظفوش صحابين الشواهد الصغار سبقونا حنايا صحابين الشواهد الكبار، ونحيحوا ونغوتوا ونقولوا لا للظلم يا حكامنا الظالمين، الظلم ظلمات يوم القيامة يا حكامنا المجرمين. إذا خوتي الرجال مظلومين بحالي ما بغيتوش تخرجوا من الشوارع تحتجوا، على الأقل خصكم تدعوا لحكامنا الظالمين بالهلاك، لأن دعوة المظلوم مستجابة. وصافي أنا ماشي ندعي وانتم قولوا آمين. اللهم أهلك حكامنا الظالمين في المغرب، آمين. اللهم دمرهم، آمين. اللهم دمرهم بحال يدمروا الحياة ديالنا، الماضي ديالنا والحاضر ديالنا والمستقبل ديالنا. فاش وظفوا النساء وخلاونا حنا الرجال، وظفوا صحابين الشواهد الصغار وخلاونا حنايا صحابين الشواهد الكبار. اللهم يا ربي خلينا نشوفوا فيهم واحد النهار نتشفوا فيهم، نشوفوهم حالتهم حالة بحال اللي خلاونا حالتنا حالة، نشوفوهم مكرفسين بحال اللي خلاونا مكرفسين، نشوفوهم مدلولين بحال اللي خلاونا مدلولين، نشوفوهم محقورين بحال اللي حقرونا، نشوفوهم كيبكيو بحال اللي بكاونا. اللهم يا ربي خلينا نشوفوهم كيتعذبوا بحال اللي عذبونا. اللهم يا ربي خلينا نشوفهم كيتألموا بحال اللي ألمونا. اللهم يا ربي انتقم من حكامنا الظالمين في المغرب، آمين آمين آمين. وما تنساوش يا خوتي الرجال مظلومين في حالي تشاركوا الفيديو باش المغاربة مساكن يخرجوا من دار غافلون راها مقلوبة عليهم القفة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله.